ليه البغبغان بيتكلم زي البشر؟ السر العلمي والغريب. لقط بغبغان ملون على فرع، لقطة مقربة لعينه ومنقاره، موسيقى غامضة خفيفة. عمرك سمعت بغبغان يقول كلمة وافتكرت إنك بتحلم؟ النهاردة هنعرف ليه. البغبغان بيقدر يقلد صوت البشر، وهل فعلاً بيفهم؟ لقطات بغبغان في أقفاص، ناس بتتكلم قدام البغبغان. لقطات سريعة لتقليد صوت المعلق. في طيور بتقدر تقلد أصوات كتير، لكن البغبغان عنده موهبة خاصة، يقدر يقلد كلمات، نغمات، حتى ضحكنا. طب إزاي؟ وده بيخلي العلماء يستغربوا. المعلق بأسلوب تعليمي مبسط. السر الأول في الموضوع جسم البغبغان نفسه. في حنجرة الطيور في حاجة اسمها السيرينكس. دي مش زي الحبال الصوتية عندنا، دي جهاز صوتي معقد جدا موجود عند قاعدة القصبة الهوائية. البغبغان بيقدر يتحكم فيه كويس، فبيكون أصوات متقنة ونغمات متعددة، وده اللي بيخليه يطلع صوت قريب من صوت البشر. لقطات بيرول، شخص كل يوم يقول كلمة للبغبغان، البغبغان يكرر تدريجيا. لقطات زمنية متقطعة. المعلق، البغبغان مش بيولد وبيعرف الكلام، هو بيتعلم عن طريق التقليد. لو سمع كلمة أو نغمة كتير ممكن يعيدها، نفس فكرة الطفل اللي بيتعلم الكلام عن طريق السمع والتقليد، بس بدون فهم كامل للمعنى في معظم الأحيان. لقطات أليكس، لو هتستخدم صورة مرخصة، أو لقطات بغبغان ترد على أوامر بسيطة. مؤثر صوتي خفيف المعلق. هنوصل للسؤال المهم، هل البغبغان فاهم اللي بيقوله؟ العلماء اتقسموا. معظم البغبغان بيكرر أصوات من غير فهم، لكن في حالات نادرة زي البغبغان الشهير أليكس، الاثنين حصلوا. قدر يتعرف على ألوان، أشكال، أرقام بسيطة، وحتى يستعمل كلمات في السياق الصح. في دراسات بتقول إن البعض ممكن يكون عنده فهم سياقي محدود، يعني يربط بين كلمة وموقف معين. مونتاج لعدة مقاطع قصيرة. بغبغان يقول مرحبا عند دخول شخص، بغبغان يقلد رنين هاتف، بغبغان يضحك. المعلق بأسلوب قصصي. بعض الناس بتسجل لحظات ممتعة، بغبغان بيقول مرحبا لما حد يدخل أو يقلد صوت الهاتف، أو حتى يضحك بعد ما صاحب البيت يضحك. ده مش بالضرورة فهم كامل، لكن ارتباط الصوت بالمشهد بيخلي المشهد ده مضحك ومثير للدهشة. لقطات لطيور مختلفة، لقطات تدريب، نصائح رعاية. المعلق، في عوامل بتأثر، نوع البغبغان، عمره، البيئة اللي حواليه، وكمية التعلم والتكرار. البغبغان اللي بيتعرض لصوت بشري كتير ويعيش في محيط تفاعلي، فرصه إنه يقلد أحسن من اللي عايش لوحده. لقطات لقفص مناسب، لعب طيور، تتعامل لطيف بين إنسان وبغبغان. المعلق، نبرة حنونة ومسؤولة. لو ناوي تربي بغبغان عشان يتعلم كلمات، افتكر إن الطيور حيوانات ذهنية عايزة رعاية واهتمام، مش لعبة للفرجة. يحتاج تفاعل، غذاء مناسب، ووقت للعب، وكمان الناس لازم تبقى مسؤولة عن رفاهيته. لقطة مقربة للمعلق أو لوجه البغبغان، موسيقى سعودية بسيطة. المعلق، الخلاصة، البغبغان يقدر يقلد صوتنا بفضل جسمه وقدرته على التعلم، وفي حالات محدودة يقدر يفهم حاجات بسيطة. لو عجبتك السيرة دي دوس لايك واشتراك، واكتب لنا في الكومنت انت شفت بغبغان يقلد ايه. مقترحات مونتاج وصوت يفتح بلقطة مدروسة 3 ثواني لعين البغبغان، بعدها قطع سريع للمعلق. أثناء شرح السيرينكس استخدم رسم متحرك بسيط مع سهم يوضح مكانه. استخدم مؤثرات صوتية لطيفة عند تكرار البغبغان للكلمات، لكن خفف صوت الموسيقى لما الطائر يتكلم. لقطات بيرول، طيور بتغذي، بتلعب، ولقطات من تسجيلات حقيقية. لو عندك أضف نصوصا قصيرة على الشاشة لكل نقطة مهمة، مثل السيرينكس، التقليد، الفهم السياقي. نسخة نصية جاهزة للتسجيل بلا توجيهات تصوير، أطول ومفصلة. عارف إن في طيور ممكن تقلد صوت الإنسان، لكن القصة عند البغبغان مختلفة. جسمه فيه جهاز صوتي متخصص اسمه السيرينكس، وده بيدي البغبغان مرونة كبيرة في إصدار نغمات وأصوات متنوعة. البغبغان بيتعلم بالكثير من السماع والتقليد. لو سمعت الكلمة كتير هتحفظها وتكررها، لكن هل بيكون فاهم؟ معظم الوقت لا، هو بيكرر. ومع ذلك الدراسات اللي اتعملت على حالات نادرة زي البغبغان أليكس بتورينا إن بعض الطيور ممكن تفهم مفهوم بسيط وتجاوب في السياق. كمان في سلوكيات يومية بتورينا الارتباط بين الصوت والموقف، زي لما تقول مرحباً ويفتح الباب ويقول نفس الكلمة. لو عايز بغبغان يقلد كلمات كويس، المحتوى اللي حواليه والوقت اللي بنقضيه معاه هم اللي بيحددا قدرته. وافتكر دايماً
إن البغبغان مش مجرد آلة صوتية، هو كائن ذكي محتاج رعاية واحترام.